أهلا بيك في أوكتابو. في الفيديو ده هنشرح إزاي تضيف براند جديد داخل أوكتابو. إضافة البراند هي أول خطوة فعلية علشان تبدأ تدير عميل جديد على المنصة، وبعد ما تضيف البراند هنقدر بعد كده نربط قنوات التواصل الخاصة بيه علشان كل الرسائل والليدز تبدأ تظهر في مكان واحد. علشان تضيف عميل أو براند جديد الموضوع بسيط جدا. من القائمة الجانبية اضغط على زرار إضافة عميل. بعد ما تضغط عليه أوكتابو هيفتح لك استمارة سريعة لإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعميل. الاستمارة دي معمولة علشان تساعدك تضيف أهم المعلومات بسرعة ومن غير ما تنسى أي حاجة مهمة. حتى لو مش معاك كل البيانات دلوقتي، على الأقل هيبقى معاك الحد الأدنى من المعلومات اللي تقدر تبدأ بيه وتكمل عليه بعدين. أول حاجة هتبدأ بيها هي اسم البراند. اكتب اسم البراند أو اسم العميل اللي هتديره على المنصة، وهتلاحظ إن البراند بيظهر إنه تابع لشركتك، يعني اسم شركتك بيكون ظاهر كمشرف أو مدير على البراند ده، وده بيساعد في تنظيم الشغل خصوصا لو شركتك بتدير أكتر من عميل أو أكتر من براند في نفس الوقت. بعد كده هتدخل على المرحلة التانية، وهنا بنضيف شوية معلومات عن البراند زي المنتجات أو الخدمات اللي الشركة بتقدمها، الرؤية والأهداف لو موجودة، معلومات التواصل الأساسية زي العنوان، الإيميل ورقم التليفون، وكمان لينكات القنوات الخاصة بالبراند زي الموقع، صفحات السوشيال ميديا أو أي قنوات تواصل مهمة. المرحلة دي مهمة جدا خصوصا لو بعد كده ناوي تضيف وكلاء ذكاء اصطناعي للبراند، لأن المعلومات دي بتدخل ضمن تكوين شخصية موظف الذكاء الاصطناعي اللي هتعينه بعدين، سواء هيشتغل في الرد على العملاء أو خدمة العملاء أو تأهيل الليدز أو أي مهمة تانية متاحة ليه داخل أوكتابو. كل ما المعلومات تكون أوضح، كل ما الذكاء الاصطناعي يقدر يرد ويتصرف بطريقة أقرب لهوية البراند وطبيعة شغله. بس لو مش عايز تكتب كل البيانات دلوقتي مفيش مشكلة، تقدر تتخطى المرحلة دي وتكملها بعدين من إعدادات البراند. المرحلة الثالثة هي رفع الملفات الخاصة بالبراند، والملفات دي مهمة جدا لأنها بتكون مرجع لفرق المبيعات سواء فريق بشري أو وكلاء ذكاء اصطناعي. يعني بدل ما كل مرة حد يدور على معلومة أو يسأل الإدارة، الملفات دي بتبقى موجودة جوه البراند وسهل الرجوع ليها وقت الحاجة. ممكن ترفع ملفات فيها معلومات عن الشركة أو الأسئلة الأكثر شيوعا أو تفاصيل المنتجات والخدمات أو معلومات تقنية عن كل منتج بيتقدم داخل البراند. الهدف إن أي حد مسؤول عن الرد أو البيع يبقى عنده مصدر واضح للمعلومة. المرحلة الرابعة هي إضافة وكلاء الذكاء الاصطناعي. من هنا تقدر تضيف وكلاء بسرعة باستخدام قوالب جاهزة. القوالب دي بتكون مبنية على أشهر الصناعات زي الرعاية الصحية، العقارات، التعليم أو مجالات تانية حسب المتاح عندك. يعني لو البراند في مجال العقارات تقدر تبدأ بقالب مناسب للعقارات، ولو في مجال الرعاية الصحية تقدر تبدأ بقالب مناسب للرعاية الصحية. وكمان تقدر تعمل وكيل ذكاء اصطناعي مخصوص للبراند سواء من هنا أو بعد كده من إعدادات العميل. آخر مرحلة هي اختيار القنوات والهوية الأساسية للبراند. هنا تقدر تختار القنوات اللي عايز تبدأ تستخدمها دلوقتي زي واتساب، فيسبوك، انستجرام، الموقع، الفورمز أو أي قناة متاحة عندك. وتقدر كمان تغير اللون الأساسي للبراند، وده بيساعد المنصة إنها تراعي الهوية البصرية الخاصة بكل عميل خصوصا لو بتدير أكتر من براند. بعد ما تخلص الخطوات دي اضغط حفظ أو إنشاء، وكده هيبقى عندك عميل جديد مضاف ضمن البراندات اللي شركتك بتديرها على أوكتابو. خلينا نراجع بسرعة اللي عملناه. دخلنا على زرار إضافة عميل، كتبنا اسم البراند، أضفنا معلومات أساسية عن المنتجات، الخدمات والرؤية، أضفنا بيانات التواصل ولينكات القنوات، رفعنا ملفات البراند المهمة، اخترنا أو جهزنا وكلاء الذكاء الاصطناعي، واخترنا القنوات واللون الأساسي للبراند. في الفيديو اللي جاي هنشوف ازاي نربط قنوات التواصل الخاصة بالبراند علشان كل الرسائل والليدز تبدأ تظهر في مكان واحد وتقدر تتابع شغلك بطريقة أوضح وأسرع. اكتبوا منصة واحدة، إمكانيات كتير.